مرحبا بكم في حلقة جديدة من الدفاع المغربي. اليوم سنتحدث عن موضوع يحاول البعض تضليله لأسباب سياسية واضحة، وهو الزعم بأن إمارة نكور التاريخية في المغرب الأقصى لها علاقة بالجزائر. هذه محاولة أخرى لتشويه التاريخ وتحريف الحقائق. أولاً، لنعرف ما هي إمارة نكور. تأسست هذه الإمارة في القرن الثامن الميلادي على يد صالح بن منصور، وهو قائد من أصول حميرية يمانية جاء إلى منطقة الريف شمال المغرب لنشر الإسلام بين القبائل الأمازيغية مثل غمارة وصنهاجة ونفزة. نكور كانت تقع تحديداً في منطقة الريف بين إقليم الحسيمة والدريوش، وهي مناطق بعيدة جداً عن الحدود الجزائرية الحالية. إمارة نكور كانت أول كيان سياسي إسلامي مستقل في المغرب الأقصى قبل ظهور دولة الأدارسة، واعتمدت المذهب المالكي السني الذي أصبح لاحقاً أساس الدين في كل من المغرب والجزائر. لكن هذا لا يعني أن الإمارة كانت جزءاً من الجزائر أو حتى مرتبطة بها سياسياً. البعض يحاول استغلال هذه النقطة لربط تاريخ الجزائر بنكور، لكن الحقيقة أن الحدود التاريخية كانت واضحة، والثقافة السياسية والاجتماعية مختلفة تماماً. إمارة نكور كانت في قلب الريف المغربي ولم تمتد إلى ما يعرف اليوم بالجزائر. لذا دعونا نتفق على أن إمارة نكور كانت إمارة مغربية بامتياز، وأن محاولة تزييف هذه الحقائق ما هي إلا جزء من حرب إعلامية تهدف إلى تشويه تاريخنا المغربي العريق. شكراً لكم على المتابعة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.